السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قد كده انتوا يعني انتوا تعبتوا فيا وتعبتوا عشاني. حلو التعبير. ايوه انتوا تعبتوا فيا وانا عمري ما هخذلكم ابدا. انت مصري يالا، بلدك كلها كانت واقفه على رجل واحده بكل اجهزتها عشان جماعه اخوانيه ارهابيه كانت عايزه تدمر البلد النهارده، وانت بوستها كام بوسه يا حسام؟ لا انا ما بوستهاش كام بوسه، انا خدت بس حضن كده على الطاير علشان احنا عايزين واحد لا مؤاخذه بقرنين. طب بقى بكره ان شاء الله خلي بالكم ترقبوا شيرين مع لميس مرات عمرو اديب. والله في ليله الدخله لميس اداني بالبنيه في وشي وقال لي يلا يا مره اللي مش عارف ايه، وفتح لي عيني يا لميس. احنا البلد فاضيه ليكم انتوا الاثنين؟ انت بني ادم يا عمرو، انت يا صاحب قناه زفت الطين MBC، احترم نفسك. انت عايز مين مصر؟ انت ناسي لما عادل حموده اداك على نافوخك وجيت تعيط لي؟ نسيت؟ ايام ما اتجوزت شيرين سيف النصر وقعدت تعيط زي النسوان؟ ما تلم يا اخي نفسك. احنا بلدنا في ايه وانت في ايه؟ طب هو النهارده رحب بشيرين وحبيبتي وصوتها، ولا انت صعبانه طبعا عليا يا شيرين، انت عيله غلبانه، انت بتلعب بيكوا الكوره، انت القصه فلوسك. مره اخوك وامك ومره حسام وابوه، واحنا عمالين نتفرج. ده احنا اللي محتاجين دكتور نفساني دلوقتي يا شيرين عشان نعرف خلاص الفيلم الهندي اللي انت عاملاه مع حسام ده يخلص امتى. انت غلبانه، اخوك قال عليك شمامه وانت قايله لي انا ان اخويا شمام، وبعدين مش عارف امه قالت على الواد شمام. هي مصر فاضيه للشمامين؟ تاني يخرب بيتك، لبيت حسام، لبيت عمرو اديب، لبيت لميس مرات عمرو اديب. عايزين مننا حاجه تاني بقى؟ طب ما تورينا كده بقى قبل ما نخش على الواد علاء زفت الطين دون. النهارده بقى مصر كلها في حته والكلب ده